تخيل براند كل ماتش المنتخب مصر قدام اي فرقه تلاقيه منزل اعلان بيتمنى فيه للفرقه التانيه التوفيق في الماتش. طب يا ستوب ايه. براند ملح اسمه كريستال في الاكوادور حاول يبقى السبونسر بتاع المنتخب الاكوادوري في كاس العالم قطر 2022 بس اترفض، وده عشان الناس في امريكا اللاتينيه عندهم خرافه بتربط الملح بالنحس، ومن هنا كانت لهم فكره ذكيه جدا ومجنونه. بدل ما يبقوا السبونسر بتاع منتخب الاكوادور قرروا يعملوا كامبين يكونوا فيها السبونسر بتاع الفرق اللي هتقابل الاكوادور في البطوله، وسموا نفسهم ذا انلاكي سبونسر. نزلوا باعلانات في الشوارع قبل كل ماتش بيتمنوا فيها التوفيق وبيباركوا للفريق المنافس. ربنا يكرمه يا رب يا رب. وبكده بقوا هم النحس اللي بينحس الفرق المنافسه. الموضوع عمل سوشيال باز والناس ما بطلتش تتكلم عليه، بقوا مستنيين الاعلانات بتاعتهم قبل كل ماتش وبعده. والبراند استغل الفرصه وما وقفوش الموضوع على الكوره وبس، ده كمان بداوا يدخلوا في رياضات تانية ويطبقوا فيها نفس الفكره، وهنا استغلوا الانسايتس بتاعت الاودينس بتوعهم كويس قوي وعملوا كالتشر ريليفنس في اعلاناتهم. الناس عارفه بسببها ان البراند ده فاهمهم، مش بيحاول يغير فكره عندهم وخلاص، لكنه واعي لثقافه الشعب وبيتكلم بنفس لغته. وبكل عبقريه حولوا الحاجه اللي كانت ممكن تكون بتعمل لهم ليميتيشن لاوبورتونيتي جباره يستفادوا منها. وعشان تعرف كامبينز اكتر زي دي اعمل لي فولو واستناني. انا عمر سامي واثرها عليك.